يا صباح السعادة، يا صباح الهنا، يا صباحكم سكر. كل سنة وانتم طيبين على شهر رمضان الكريم. كلنا داخلين هنخزن النهارده يا بنات البسلة اللي ب10 جنيه. والله زي ما بقولك كده، انا جبت البسلة يا بنات ب10 جنيه. الجماعة بقى اللي جابوا البسلة ب25 يشربوها بقى، اعملها شوربة خضار واشربوها. مش قلتلكم التفريز يا بنات بيبقى له مواعيد وله وقته، مش كل وقت وله اذان. النهارده بقى يا بنات جبنا اللهم بارك كمية بسلة، الكيلو كان ب10 جنيه زي ما حضراتكم كده شايفين. اما بقى عن الجزر، فالجزر يا بنات زي القمر اليومين دول، ال2 كيلو ب10 و3 كيلو ب10، وزي ما تجيبي جيبي بقى. كمية البسلة طبعا كمية الجزر زي ما تحبي. افضل يا بنات ان كمية البسلة اكتر من كمية الجزر. يعني وليكن مثلا كيلو البسلة صافي من غير قشر هيبقى قصاده نص كيلو من الجزر. طيب احنا كبلد ارياف عندنا البطاطس موجودة، فممكن ان انا ازود على البسلة والجزر بطاطساي، ما فيش اي مشاكل. خزنا مع بعض الطماطم او غير نخزن الطماطم ب5 جنيه. والله يا بنات النهاردة الطماطم ال3 كيلو ب10 جنيه زي الفل. والله فل وقمر وزي العسل. الحقوا بقى خزنوا الطماطم ال3 كيلو ب10 جنيه، يعني ما شاء الله 3 كيلو ب10 جنيه. لو جبت كده ب50 جنيه هتعملي كمية بإذن الله. البسلة طبعا شفتوها ما شاء الله بعد ما اتفرطت يا بنات بتبقى هايلة جدا، طعمها يا بنات مسكر وزي الفل. وعشان بقى تشتري البسلة لازم تكون خضرة جاية لسه طازة كده من الأرض وصبحة، حبيتها ملانة يا بنات مش فاضية. اما بقى عن الجزر، فالجزر يا بنات بيقوي النظر وفايده حلوه جدا وهايله قوي قوي. عشان بقى نشتري الجزر لازم الجزره تكون سرحه بالشكل اللي انتوا شايفينه، لونها جميل كده مش دبلانه ومش بهتانه. الراجل لما بيبيع الجزر لو انت بتنقيه بيديهولك بسعر، ولو انت بيعبهولك كده كله في بعضه بيديهولك بسعر، فزي ما تحبي طبعا. في الاول وفي الاخر مرجوع ليك، مرجوع البيع والشراء ليك، مش مرجوع حاجه تانية. بصي بقى بكحت الجزر او بقشرها بمقشار زي ما تحبي طبعا، التقشير ده على حسب حريتك طبعا. هنا بقى ببدأ ان انا اقطعها مكعبات او مربعات. اهم حاجة التقطيع يا بنات يكون متساوي. اسهل طريقة للتقطيع بتكون الطريقة دي، ان انت بتجيبي شرايح بالعرض وشرايح بالطول وتبدأي ان انت تقطعيها بكل سهولة. بكده تكون انت انجزت وقت وفي نفس الوقت تكوني خلصت بسرعة. ممكن ان انا اضيف لها بطاطس زي ما قلت، بس ما بحبش اضيفها وانا بخزنها، يعني يا دوب بخزن البسله وبخزن الجزر بس، ما بضيفش عليهم اي حاجه تانية. اما بقى لو هتخرجيها وتعمليها في تورلي او هتضيفي لها مثلا هتحطيها في شوربه خضار، تقدري ان انت تضيفي لها اي نوع من انواع الخضار، وليكن مثلا بطاطس، كوسه، فاصوليا خضراء عادي شغال، اي خضار تحبيه او موجود عندك منه بيزود الكميه وبيزود كمان القيمه الغذائيه. البسله زمان كانوا يا بنات بيسلقوها، بحطها كده في ميه مغليه يا دوب تاخد فقسه او فقستين، واللي يعرف يعني ايه فقسه او فقستين يحط لي كده في كومنت حلو كده منه ويقول لي برضه بيتابعني منين. اما بقى دلوقتي يا بنات الناس كتير قوي بتخزن البسله خضره كده، يعني زي ما بتجيبيها من الارض يا دوب بتشيليها من الكفر او بتشيليها من الغلاف بتاعها، تبداي ان انت تقشريها او تفصصيها وتجهزي الجزر بالشكل اللي حضرتك شايفاه لمكعبات صغيره، وعلى طول تكيسيها في اكياس وبتحتفظي بيها. اهم حاجه طبعا ان احنا نكون مخرجين اي هوا في الاكياس بتاعتنا. زي ما قلنا البسله كانت ب25، النهارده يا بنات والله جايبينها ب10 جنيه. والله زي ما بقولك كده، فعايزاكي تنتهز الفرصه وتستغلي، وزي ما قلتلك اشتري على القد ما تشتريش بكميات. مش عايزين نخزن الفريزر كله بسله، يعني مثلا ممكن طبخة بسله، طبخة فاصوليا، الفاصوليا الناشفه والفاصوليا الخضراء حلوه قوي اليومين دول. الفاصوليا الناشفه والبسله واللوبيا الناشفه برضو يا بنات، اللوبيا الناشفه بتبقى ليها قيمه غذائيه وبتبقى تحفه يا بنات. البطاطس موجوده اليومين دول ورخيصه كمان، بتدخل في صلصات وبتدخل يا بنات في صواني وطواجن في الفرن. فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كميه الخضار يا بنات عندنا بتبقى من السنه للسنه كميه حلوه جدا ومعقوله، وفي نفس الوقت مش عايزين نحتفظ بالحاجات دي، يعني عايزاكي تاكلي احسن حاجه الاكل في موسمه، ما نخزنش ونركن يا بنات كميات على الفاضي. عايزين نستفاد باكل صحي، اكل مفيد، اكل يا بنات موجود في المواسم بتاعته. احنا اللي بنعمل الازمات واحنا اللي بنكونها، واحنا بجد يا بنات اللي بنبدعها وبنفعلها. عايزاكي بقى تدبري وتوفري وبشطارتك تدبري. الطماطم اليومين دول عملناها صلصة يا بنات بأكتر من طريقة مع بعض على القناة، فعايزاكي بقى كده زي الشطرة. طماطم والله يا بنات 3 كيلو ب10 جنيه تحفة يا بنات والله زي الفل. عايزاكي تجيبي طماطم
الطماطم انا ما بحبش في الفريزر غير الطماطم هي اللي بتبقى حلوة جدا في الصلصات وبتفيدك وبتنفعك في وقت الازمات. اما عن الخضار فاحب او افضل ان انت تستفادي بيه طازة فريش اليوم بيوم. والله من يوم ما التكنولوجيا زادت والتلاجات والديب فريزر والكولدير والحاجات دي كلها زادت، وصدقوني الأمراض زادت معاه. فعايزين يا بنات نرجع لزماننا الجميل، ونرجع لأكلنا البسيط، ونرجع لزمان والأكلات الفريش بتاعت زمان. هتخزني خزني طبخة أو طبختين، ما تخزنيش كميات وترجع الحاجة تبوظ معاكي في الفريزر أو النور يقطع عليها وترجعي تندمي على الفلوس اللي اتهدرت وعلى النور والطاقة اللي اتبهدلت. بكيس بقى يا بنات زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة زي ما قلنا نخرج الهواء. وانا عن نفسي يا بنات واحب اقولك من موقعي هذا، انا بحب ازود كده كيس او كيسين، بيبقوا طبعا للعزومات، بيبقوا موجودين عندي للعزومات يا بنات. إيه، طبختين كده بيكونوا كبار لو عندي عزومة مثلا، او لو قبل شهر رمضان الكريم ان شاء الله هطبخ طبخة او طبختين كده للاولاد، فبحاول ان انا ازود كيس او كيسين كده بالكتير اوي. شهر رمضان طبعا يا بنات شهر الخير وشهر البركة، فما نحاولش ان احنا نهدر كتير، يا دوب كده بعمل على قد طبق خضار، مش بخل صدقوني، بس عايزين حياة منظمة، حياة اقتصادية. لو وصلت بقى لحد هنا وشايفه ان الفيديو بتاعي يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي لي الفيديو بلايك حلو كده منك، كومنت حلو تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى ايه الوصفة او الوصفات اللي حبيتي او تحبي ان احنا نقدمها لك. انا هنا بقى في وصفات الغلابة وجايه لك من الزمن الجميل، هقدم لك افكار سهلة جدا اقتصادية وبسيطة وعلى قد الايد. الفيديو الجاي بقى يا بنات ان شاء الله الليمون بقى ب50 جنيه، هنعمل مع بعض الليمون القضاليا القمر اللي انتوا شايفينه، الكيلو منه ب10 وب15 جنيه، هنعمله مع بعض مكدوس الليمون. انتظروا الوصفة وما تنسوش تحبوا بعض.